الخير طلبة طلبات الصف الثالث الإعدادي، هنبدأ مع بعضينا كده كورس بسيط كده تأسيسات الفصل الدراسي الأول. يا ريت كده نبدأ نسمع ونلتزم مع بعضينا، ولو في أي أسئلة ممكن نكتبها في الكومنتات وإن شاء الله هرد على كل أسئلة إن شاء الله، وشكرا. مساء الخير طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، هنكمل مع بعضينا الأساسيات اللي بدأناها. هناخد إزاي نحل معادلات من الدرجة الثانية. خدنا في الفيديو اللي فات حل معادلة من الدرجة الأولى، هناخد من الدرجة الثانية. القاعدة الأساسية اللي عندنا لو عندي عدد فعدد بصفر، عدد فعدد بصفر، قال لي يا إما العدد الأول هو اللي بصفر يا إما العدد الثاني هو اللي بصفر. يبقى دي القاعدة الأساسية اللي عندنا، يا إما الألف هو اللي بصفر يا إما الباء هو اللي بصفر. فلذلك لما نيجي نحل معادلة من الدرجة الثانية بنعمل إيه؟ المعادلة بيديها لي مثلا بيبقى شكلها كده. أول حاجة ببدأ أحلل القوسين، قوس في قوس بيساوي إيه هنا يا جماعة؟ بيساوي صفر. نروح للقاعدة دي بقى، أخد القوس الأول أساوي بصفر والقوس الثاني أساوي بصفر، بتطلع معانا مجموعة الحل وخلصت على كده. يبقى القاعدة الأساسية عدد فعدد بصفر، لازم صفر يبقى يا إما الأول بصفر يا إما الثاني بصفر. طب نشوف الكلام ده كده. عندنا هنا بيقول لي اوجد مجموعة حل معادلة في ح. بيقول لي س تربيع ناقص 5 س زائد 6 بيساوي صفر. هبدأ أول حاجة لازم تكون معادلة صفرية. نحلل بقى نشوف كده. عندي هنا ده موجب، ما دام الحد التالت موجب عايز عددين مجموعهم 5. س أس 2 اسمها س في س. طب الستة 1 في 6 و2 في 3 مجموعهم 5، يبقى 2 في 3 بكام؟ 2 في 3 ب6، ومجموع العددين كام؟ 5. يبقى لو التالت موجب عايز عددين مجموعهم الأوسط. طب ده موجب يبقى الاتنين زي الأوسط كإشارات، الإشارة بتاع الأوسط سالب يبقى الاتنين سالب. طيب بعد كده نعمل إيه؟ ناخد القوس الأول نساوي بصفر والقوس التاني نساوي بصفر، نودي بعكس الإشارة يبقى س بيساوي 2 وس بيساوي موجب 3، يبقى مجموعة الحل 2 و3. طيب شوف كده اللي بعديها. عندنا هنا عايزين الفرق بينهم، الفرق ما دام التالت سالب الفرق بينهم كام؟ 1. طيب عندنا هنا هنبدأ نحلل س وس. ال 12 دي 3 في 4 ب 12 والفرق بينهم 1. ركزوا في الإشارات هنا، ده موجب الاتنين زي الأوسط، ده سالب لا الإشارات مختلفة، في واحد موجب واحد سالب. العدد الكبير في دول التلاتة والأربعة ياخد إشارة النص، الأربعة ده الكبير زي الأوسط سالب والتاني عكسه. يبقى الإشارات هنا مالها مختلفة. إمتى الإشارات مختلفة؟ لو الحد التالت سالب. أمال إمتى الإشارات زي بعض؟ لو الحد التالت عندنا موجب. طيب ناخد كل قوس كده نساوي بصفر، يبقى س موجب 3 بصفر، س سالب 4 بصفر، يبقى س بيساوي سالب 3 وس بيساوي موجب 4، يبقى مجموعة الحل اللي عندنا سالب 3 وموجب 4. طيب شوف كده سؤال تاني. س تربيع ناقص 5 س دي تتحلل، بس ركزوا معايا هنا سينوس 2 وسينوس 1 ده نوع تحليل بننساه كلنا، إخراج عامل مشترك. سينوس 2 وسينوس 1 ناخد س بأقل أس يبقى سينوس 1. س تربيع على س يبقى س ناقص 5 س على س يبقى 5. ده س في س ناقص 5 بصفر، كأنه قوس في قوس بصفر، يبقى أعمل إيه؟ أساوي القوس الأول بصفر وأساوي القوس التاني بصفر. يعني الس ده كأنه قوس س بيساوي صفر خلصت، س بيساوي 5، يبقى عندي كام حل هنا؟ 2. ما ننساش 0 أو 5 وخلصت على كده. هنا س تربيع ناقص 9 بيساوي 0. عندي طريقتين، يا نحلل يا نشتغل زي ما كنا بنعمل قبل كده، س أس 2 بيساوي موجب 9. طب يبقى س اخد الجذر التربيعي يبقى موجب وسالب جذر 9، يبقى س بيساوي موجب وسالب 3، يبقى مجموعة الحل يا موجب 3 يا سالب 3. طيب شوف هنا س تربيع موجب 9 بصفر، ادي س تربيع بيساوي موجب 9 تروح هناك ايه؟ سالب 9. تمام، يبقى س بيساوي موجب وسالب جذر كام يا جماعه هنا؟ سالب 9. طيب عندنا هنا في جذر تربيع العدد سالب في الأعداد الحقيقية؟ لا تنتمي للأعداد الحقيقية، يبقى مجموعة الحل هنا فاي، مفيش حل. طيب عندنا دي اسمها مجموعة الحل فاي، أو نكتب كده مجموعة الحل مجموعة خالية اللي هي فاي. لقيت بلاقي ناس عاملة كده، أنا كده عامل مجموعتين، الكلام ده غلط. لا كده كده الحل أو كده الحل اللي هي مجموعة خالية.
لان رمز المجموعه الخاليه بنعمله فاي كده او بنعمله مجموعه خاليه. طيب شوف السؤال ده كده، السؤال عايز يتعدل س مضروب في قوس، نضرب كده ونخليها معادله صفريه، س في س بس نص 2، س في سالب 3 سالب 3 س، موجب 4 تدخل جوه بعكس الاشاره سالب 4 بيساوي صفر. نبدا نحلل، عايزين هنا الفرق بينهم كام يا جماعه؟ 3، يبقى س وس. الاربعه دي 1 في 4 الفرق 3 و2 في 2، لا يبقى 1 في 4 عشان يبقى الفرق 3. ده ايه ده؟ سالب، يبقى الاشارات مالها واحد بيقول مختلفه، صح كده. الكبير زي الاوسط والتاني عكسه. نساوي القوس الاول كده بصفر ونساوي القوس التاني بصفر، يبقى س بيساوي ده موجب 1 يروح هناك ايه؟ سالب 1، ده سالب 4 يروح ايه؟ موجب 4، يبقى مجموعه الحل اللي عندنا سالب 1 وكام عندنا؟ و4. طيب ناخد فكره تاني بقى ازاي نحل المعادلات الاسيه، نفتكرها مع بعض كده عشان لما نلاقي حاجه مساله ولا حاجه نبقى فاكرين ازاي نتعامل مع المعادلات الاسيه. في المعادلات الاسيه كانت اول قاعده مهمه بالنسبه لنا اساس قد اساس، يبقى الاس قد الاس. هنا الاساس الف قد الاساس الف، يبقى س بتساوي ص، يبقى الاجابه س يساوي ص. طب ناخد كده كام مثال عليها كده. 3 أس س ناقص 1 بيساوي 3 أس 5، الأساس كام؟ 3، الأساس كام؟ 3، يبقى الأس قد الأس، يبقى س ناقص 1 بيساوي 5، يبقى س بيساوي 5، سالب 1 يروح هناك موجب 1، يبقى بيساوي 6، يبقى مجموعة الحل قيمة الس بكام؟ ب6. طب نشوف كده السؤال اللي بعديه. عندنا هنا 2 أس س ناقص 5 بيساوي 8، ال8 دي اسمها 2 في 2 في 2، 2 في 2 ب4 في 2 ب8، ممكن ال8 دي اكتبها 2 أس 3. طب ليه عملنا كده؟ عشان يبقى الأساس قد الأساس. طب ما بعد كده يبقى الأس قد الأس، يبقى س ناقص 5 بيساوي 3، نودي بعكس الإشارة، يبقى س بيساوي 3 وموجب 5 يبقى 8، يبقى مجموعة الحل عندنا كام؟ 8. طيب ناخد سؤال تاني اهو. 3 على 5 أس س ناقص 5 بيساوي 9 على 25، التسعة دي اسمها 3 أس 2، وال25 5 أس 2، يعني ممكن أكتبها 3 على 5 أس 2. 3 في 3 ب9، 5 في 5 25، تمام. طب نشوف كده 3 على 5 و3 على 5، أساس جد أساس، يبقى الأس جد الأس، يبقى س ناقص 5 بيساوي 2، يبقى س بيساوي 2 موجب 5، يبقى س بيساوي كام؟ 7، يبقى مجموعة الحل عندنا 7. طيب دي قاعدة مهمة جدا. شوف قاعدة تاني، ألف أس س بيساوي 1. احنا عارفين ألف أس كام بواحد؟ ألف أس صفر، 2 أس صفر، 3 أس، أي حاجة أس صفر بيساوي 1 ما عدا صفر أس صفر، كمية غير معينة. يبقى 2 أس صفر ب1، يبقى ما الاقي عدد أس س بيساوي 1 يبقى أكيد الأس ده بكام؟ بصفر. أو ممكن أقول له إيه؟ ألف أس س بيساوي ده 1 اللي هو ألف أس صفر، أساس قد أساس يبقى أس قد أس. ده حل وده حل. يعني هنا بيقول لي 7 أس س ناقص 5 ب1، يبقى أكيد الأس ده بصفر. أو حد يقول لي تاني لا، أنا الواحد ده فيه ميزة، الواحد ده ممكن نكتبه إيه؟ 2 أس صفر، 3 أس صفر، 4 أس صفر، 5 أس صفر، كل ده بيساوي كام يا جماعة؟ 1. طب تمام، يبقى 7 أس س ناقص 5 والواحد ده اسمه 7 أس صفر. غيرت حاجة في المسألة؟ لا، 7 أس صفر بكام؟ ب1. بس أصبح الأساس قد الأساس، يبقى الأس قد الأس، يبقى س ناقص 5 بيساوي صفر، يبقى س بيساوي كام عندنا هنا يا جماعة؟ 5، يبقى مجموعة الحل كام؟ 5. تمام. طيب أهو نفس الكلام، 3 أس س زائد 2 بيساوي 1، ممكن نقول 3 أس س زائد 2، ممكن الواحد ده أكتبه لك يا أستاذ 3 أس صفر. أساس قد أساس يبقى الأس قد الأس، س موجب 2 بيساوي الأس بصفر، يبقى س بيساوي سالب 2، يبقى مجموعة الحل سالب 2. طيب هنا 3 على 5 أس س ناقص 2 بيساوي 1، 3 على 5 أس س ناقص 2 بيساوي الواحد ده اسمه 3 على 5 أس صفر اللي هي ب1. أساس قد أساس يبقى الأس قد الأس، س ناقص 2 بيساوي صفر، يبقى س بيساوي 2، يبقى مجموعة الحل 2. طيب نركز كده مع بعضينا، ناخد قاعدة تاني. يبقى احنا خدنا قاعدة بتحكي على أساس بيساوي أساس، يبقى الأس بيساوي الأس. ركزوا في القاعدة اللي جاية. طيب عندنا قاعدة حلوة هنا بقى، ألف أس س بيساوي باء أس س، مين اللي زي بعضيه؟ الأس قد الأس. هنا القاعدة دي بقى نركز فيها. أول ما ألاقي الأس قد الأس باخد حلين، يا إما أساس قد أساس،
يا اما او الاس اللي عندنا بصفر. يبقى عندي كام حل هنا؟ 2. يبقى لو الاس قد الاس، اساس قد اساس، او الاس بصفر. طب نشوف كده. س اس س ناقص 5 بيساوي 2 اس س ناقص 5. هنا مين اللي زي بعضيه؟ الاس زي الاس. يبقى عندي حلين، س بتساوي اساس قد اساس 2، ده الحل الاول. طب الحل الثاني، الاس بصفر س ناقص 5 اللي هو الاس بيساوي صفر، يبقى س بيساوي 5. وهنا مجموعة الحل كده حاجتين، يا اما 2 يا اما 5، وخلصت على كده. طيب شوف كده، هنا 3 اس س ناقص 2 بيساوي 5 اس س ناقص 2. ايه ده؟ الاس قد الاس. طب يبقى عندي حلين، الحل الاول الاساس قد الاساس. ينفع اقول التلاتة تساوي 5؟ طبعا الكلام ده غلط، ده مرفوض. طب يبقى الحل التاني اللي هينفع، الاس اللي عندنا بصفر، يبقى س بيساوي 2. يبقى مجموعة الحل هنا ما عنديش غير الاتنين بس. يبقى الاس قد الاس، اساس قد اساس، او الاس بصفر. طب الاس قد الاس، اساس قد اساس، ما ينفعش، يبقى الاس بصفر بس. يبقى هنا كان عندي كله ينفع، هنا كان عندي فكرة واحدة تنفع. طب نركز كده، الاس قد الاس ونوعه فردي، يبقى الاساس قد الاساس، يبقى س بيساوي 2 بس. طب الاس بصفر، ينفع اقول 5 يساوي صفر؟ لا، يبقى عندي حل واحد بس اللي هو الاتنين. طب الاس قد الاس ونوعه زوجي، قال لي يبقى الاساس بيساوي موجب وسالب الاساس، يبقى س مش بتساوي 2، موجب وسالب 2. يبقى مجموعة الحل عندي موجب وسالب 2. يبقى لو الاس قد الاس وفردي، اساس قد اساس. طب زوجي، يبقى اساس موجب وسالب الاساس. يعني انا بقول كده س اس 2 بيساوي 25، كلنا عارفينها، س اس 2 ب 65. الاس قد الاس وزوجي، يبقى س بيساوي موجب وسالب 5. او كنا بنقول ناخد الجذر التربيعي، يبقى هنا س بموجب وسالب جذر 25، يبقى موجب وسالب 5. طيب اتمنى نكون استفدنا من الفيديوهين، ونشوف لو في حاجة تانية هنشرحها في الفيديو التالت ان شاء الله.